دابا شوفوا هذا شكيب بن موسى وعباد الله راه حشومه السيد الوزير المحترم، والله حتى حشومه هادشي اللي قلتي قلت والله الا ما عيب، واسمح لي نقول لك السيد الوزير قال لك صحيح الا صحوا الاساتذه غيدخلوا الفلوس ما غيدخلوا الفلوس عباد الله، وقال واحد الكلمه سمع بعض الانشطه بحال تصحيح الامتحانات اللي مؤدي عليه. نعاودوها وقلتها لك دائما لا انت راه عندنا مشكل اخوتي، راه خصنا وزراء يحكمونا كيعرفوا اللغه العربيه، حنا مغاربه كنضربوا العربيه وكنضربوا الامازيغيه الفرونسي ولا هذا مزيان الشينويه، وما تعرفش تضرب العربيه اول اسمك انت بعيد عليا مفصول عليا، انت ماشي هو انا، اسمح لي قريت باك ولا امك الله يخليهم لك يقريوكم باغيين توصلوا تحكموا المغاربه، قريو ولادكم في القران ولا قريو ولادكم في العربيه ولا قريوهم سيروا الفرونسي وجيبوا الشينويه وجيبوا العبريه ولا جيبوا اللي بغيتوا، ولكن على الاقل لغتنا الاولى ماشي تجي انت وزير تبقى تلويلي بالهضره، الاخر رئيس حكومه يحكي لوي الاخر كيلوي، دابا هذا غير كلمه دائما كيغلط في العربيه بعد هذا عنده مره ضعيف. اسمع مؤدي اسمع امتحانات اللي مؤدي عليه. كيفاش مؤدي عليه؟ مؤدي عليه مؤدى عنها ولا مؤدي عليه؟ واش معدي عليه؟ وراه انا هذا راه مشكل في المغرب، مشكل في المغرب اللي يكون وزير تقول لي اللغه العربيه وتقول لي الامازيغيه بالضروره هاد الجوج بعدا والله ما نتعاتق معاك، تما كيبدا الصلاح، تما كتبدا الامه، تما كتحس بالانتعاشه، انت بنادم ما كيهضرش حتى لغتك بحالك، كتحس بيه بعدا كيفكرك انت حقرتي لغتي، لغه الام ولغه الاجداد ولغه القران ولغه الدين، ما عطيتيهاش قيمه من الاول انت واجد المستقبل هو الفرنسي واللونجلي مشيتي واش كاين شي امه تطورت بلا لغه ديالها الاصليه، دابا هذا كنشوفهم كتحس بيه ماشي ديالك وزير ماشي ديالك، هو كيجي ويمكن يحسن ايضا الدخل ديال الاستاذ. نعاودوها العالم اسمع قال لك بالتصحيح عاد الاخر مصيريف بعض الانشطه بحال تصحيح الامتحانات اللي العار المغاربه تصحيح وعباد الله. والمعلم دابا اللي فاش غيصحح حتى الابتدائي شنو الامتحانات عند الابتدائي؟ واش هذا الوزير دابا المحترم واش فكرتي قبل ما هضرتي ولا لا؟ المعلم اللي كيقري الثاني شحال يصحح؟ الثالث شحال يصحح؟ هو الرابع. المعلم اللي كيقرا اللي كيدير التربيه البدنيه شحال صح مول التربيه البدنيه؟ فين هما الاوراق ديال التربيه البدنيه؟ ومول الاعلاميه شحال صح؟ وهاد اللي كيصحوا شحال؟ 50 انا شناهم 25 درهم في النهار في السنه. كاين اللي دخل قال لك 40 درهم 60 درهم هذه الزياده في العام. شنو كيبان هنا السيد الوزير المحترم؟ والله اعلم هادشي اللي كنحس بحال اللي غا شي واحد قال له واش تقول؟ الليله كان اجتهد بوحدو كيبان لك اولا كيبان لك ماشي مولين بالقطاع من الداخليه السفاره فرنسا التعليم قطاع هادشي باش كيدير التصريحات هادشي علاش قلت لكم واحد الهضره واحد النهار ورانا والله ما كنتعرض لك السيد الوزير لا انت ولا غيرك من الحكومه بسوء راه باقات الغيره كتبقى فيا راه مشكله المغرب هو مشكل ديال الاولويه للولاء على الكفاءه هذا اخطر من نهار خدينا الاستقلال نهار في البلاد نعالجوا هذا الاشكال والله حتى نتطوروا ما معنى الولاء في المغرب الاساسي هو الولاء شكون اللي ولاء هذا مسؤول مع مسؤول جيب هذا ما كنشوفوش شكون اللي كفء تيكون عند تعرف يهضر يعرف يناقش هادشي باش كنلقاو الزباين بحال البارح رئيس حكومه هذاك رئيس مجلس مستشاري الميار البارح تيقولوا ما الباسلين في المقابل هذاك البر علاش البلاد فيها مشاكل حيت غالبيه ديال المناصب تسند على اساس الولاء شكون اللي كيعرف يلحس الكابا اولا شكون اللي كيعرف مثلا يسلم مزيان اولا شكون مثلا اللي كيعرف يهضر مؤدب وما كيقلقش قلت له هذا كيهنيني لا ماشي كنشوف شكون اللي كاين الخوف كنجيب شي واحد تحتي معايا يسمع يبقى يفهم عليا انا خصني انا عندك وهذا كيخلق مشاكل للبلاد وكتبان دابا في التصريحات هذا تقول تصحيح يدبروا بالتصحيح نقول لكم واحد الكلمه في هذا التعليم نخوضوا هذه رساله من عندي وهذه هي القناعه اللي وصلت لها انا كنعتقد بان العمليه مقصوده من طرف المؤسسات الماليه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي كانوا في مراكش جاوا تلاقاو عباد الله ولا قبل ما كيهمش سمعوا هذه المعلومه المغاربه هذه المؤسسات الماليه الدوليه يستحيل تسمح للمغرب ينهض وعارفه ان الطريق ديال نهوض المغرب هو تعليم عمومي قوي واصيل ما لقاوش الاجانب شي طريقه باش يخربوا المغرب ويخربوا الدول الا بالديون وعبر الديون كيتحكموا شنو اللعبه عندهم انا باغي نبيع ونشري خاص التعليم العمومي يتضرب صورته كان عندي نضربها صورته هي بحال دابا ملي غنجي انا ندير اصلاح ولا مرسوم ما نتوافقش مع النقابات ما نتوافقش مع واحد واش هما حالوا يحترموا المسطره ديال الدستوريه لان الدستور كيقول لك
نظام الحكم في المغرب تشاركيه ديمقراطيه. هذا مرسوم جابوا غير الوزير بلا نقابات بلا حتى واحد. واش هو الوزير زعما ما تيفهمش؟ فاهمه، هو تعمد هذا الشيء. نقول لكم علاش، لجوج اعتبارات. هو باغي ديك البلبله والصراع وكذا، حيت هذا الشيء فيه اهداف بزاف. اولا تقسيم المجتمع المغربي، طرف من المغاربه راه معني غاب اعاده. دابا مشينا تارودانت والحوز وديك المناطق، واش غتلقاهم هما مهتمين بشي مرسوم ديال التعليم؟ واش غتلقاهم هما مهتمين مثلا بشي مثلا التشغيل؟ واش مهتمين بفلسطين؟ غتلقاهم مهتمين بفلسطين، هذيك قضيه عندها، ولكن ماشي نفس. الا مشيتي عند الناس مثلا الاسلاميين ولا اليساريين ولا القوميين ولا كذا، كتلقاهم مهتمين بفلسطين. دابا ما كيهموش المرسوم ولا الزلزال. هذوك الاساتذه ديال التعليم ورجال التعليم ماشي كنقول لكم شغلهم الشاغل دابا هو مرسوم ديال هذا المرسوم منشغلين به، عندهم مع فلسطين وكذا وكذا والزلزال. ولكن هذا هو تقسم المجتمع المغربي. هذه كنخلق مشاكل باش المجتمع عمره يتلقى على قضيه. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني المهم جدا هو البلبل، الوحده والنقابات والتشكيك وكذا، ما عمرهم يتوحدوا. الهدف الثالث هو الاسماء. تعرفوا شنو هو؟ داروها اكسبري باش المغاربه يسخطوا على التعليم العمومي. اي واحد يمشي يخرج ولده من المدرسه ويمشي يقرا في القطاع الخاص. التعليم العمومي فيه على الاضرابات، هذا خطه مدروسه كيكرهوكم. راه هما حاروا يزيدك انت التعليم 2000 درهم، والله تيزيدك 2000 درهم في 3000 درهم من غدا كلكم يزيدوها لكم ويهني. ولكن الا زادوكم تكالماو، وإلا تكالميتوا عتوليو تخدموا. خلاصه القول في التعليم اخوتي المغاربه ان كاين توجه ديال ضرب التعليم العمومي باش المغاربه يكرهوا التعليم العمومي باش يقريوا ولادهم. هذا المرسوم جاء من اجل تحقيق هذه الاجنده.